سويت هاي الوصفة للعشاء وأمي قالت لي لازم تنزليها للمتابعات حتى يستفادون من عندها كوصفة لرمضان، فيلا نسويها سوا. طبعا هنا أنا طاوة خليت بيها ملعقة سمن وشوية من الزيت. بعدين أنا هنا عندي كيلو صدر دجاج مقطعته بشكل مكعبات متوسطة الحجم أو صغيرة. من استوى عندي الدجاج ضفت البصل والفلفل الأخضر البارد وراح أحمسهم كلهم سوية. وبعدين ضفت ملعقة طعام زيت الزيتون وضفت البهارات راح اكتبها لكم بالكابشن اسفل الفيديو او جوا الفيديو. بعدين ضفت فصين ثوم مبروشين، عصير ليمونة واحدة. اخر اضافة راح اضيفها هي الجبن الشيدر، ضفت اضافة قليلة. وهنا أنا الكمية صارت عندي جاهزة. طبعا اني صاج الدجاج مقطعته بهذا الشكل الدائري وحشيته بالدجاج اللي سويناه. بعدها خليته بالبايركس، طبعا صفته بهاي الطريقة حتى ياخذ وياكم القالب. بعدين ضفت له الجبن الموزاريلا ويا الشدر ودخله للفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن جوا لمدة 8 إلى 10 دقائق تقريبا. جربوها وألف عافية.